طيب، هي البلد عايزه مننا ايه؟ كنت نزلت فيديو وكنت منفعل فيه جدا، بخصوص ان انا راجل كان عندي شركه خدمات بترول بتقدم الخدمات اللوجستيه وخدمات الكاترينج، بتاكل وبتشرب المهندسين والعمال في مواقع البترول، يعني شغل في مناطق استراتيجيه حساسه وامن قومي، لان ما ينفعش الشغل يقف ساعه واحده مش يوم في المواقع دي. اما جه حصل التعويم واحنا ماسكين 4 مواقع من اهم مواقع البترول موجوده في البلد، داخلين ننام الدولار ب 5 جنيه 80 قرش ونصحى ب 20 جنيه. الاسعار ضربت جامد جدا، تعرضنا لخسائر كبيره جدا. جات لنا جات لي مكالمات شخصيه من رئيس مجلس اداره الشركه المصريه للخدمات البتروليه إبسكو، وهي شركه تابعه او مملوكه لهيئات حكوميه في الدوله. بيترجاني عشان اكمل الشغل بتاعي لغايه نهايه العقد او نهايه المناقصه، وبعد كده هيتم تعويضي بفروق الاسعار، لان بديهي جدا الدولار ب 5 جنيه 80 قرش وانت بتمضي العقد. تاني يوم حصل التعويم، وطبعا الناس الكبار جدا اللي في البلد اللي كان عندهم خلفيه ان في حاجه هتحصل، فما دخلوش في المناقصات دي، اللي لبس فيها العبد لله وناس كتير زيي. اتوعدنا ان احنا هيتصرف لنا فروق اسعار. بس كمل يا استاذ علي، وشاكرين افضالك وكتر الف خيرك. ده كان السيد الاستاذ المحاسب الاستاذ محمد مصطفى، رئيس مجلس اداره الشركه المصريه للخدمات البتروليه. وانا بقول اسماء، بقول بالاسم. مفيش اي حاجه اتنفذت خالص. نزلت قرارات جمهوريه، قرار رئيس الجمهوريه رقم 17 لسنه 2017 بتعويض الناس اللي زينا اللي ماضيه عقود مع جهات حكوميه او مع اي جهه، وحصل ان هي اضيرت بسبب القرارات الاقتصاديه اللي تم اتخاذها في نوفمبر 2016، وكان من ضمنها قرار التعويم ورفع التعريفه الجمركيه ورفع الدعم عن المحروقات. قرارات كل قرار فيهم كفيل بان هو يهد اي عقد. نزل قرار جمهوري، نزل قرار وزاري بتعديل الاسعار كل 3 شهور، مفيش ولا قرار من ده اتنفذ. يا دوله يا حكومه. فضلت اكمل في العقد حفاظا على المواقع دي ما يحصلش فيها دروب، لان انتوا تخيلوا موقع بترول كل ساعه فيها بتنتج بترول، بتدخل دولار للبلد، ما ينفعش نوقف فيها شغل. وبالتالي مكمل بناء استنادا على ايه؟ ان في قرارات جمهوريه بتحميني، في قرارات وزاريه بتحميني، في وعود من رئيس مجلس اداره شركه المفروض محترم ان هو هيصرف فروق الاسعار. وحصل اجتماع مجلس اداره من عندهم في الشركه هناك، وتم في معايا صوره من محضر اجتماع مجلس الاداره بصرف فروق الاسعار. لكن للاسف العقود خلصت، كان 4 عقود. العقد الاول خلص، الثاني خلص، الثالث خلص، الرابع خلص، ما تمش صرف جنيه واحد. لجأت للمحاكم. طبعا السيد المحترم رئيس مجلس الاداره هو في مقام وزير، بيهددني: انت ازاي ترفع علينا قضيه بتطالبنا بفلوس؟ طب مالكش فلوس وخلي المحاكم تنفعك. وقد كان المحاكم ما نفعتنيش. المشكله في مش ان انا خسرت القضايا بناء ان انا ما عنديش، الدوله ما كانتش لسه طبقت نظام الفواتير الالكترونيه، فبالتالي انت كشركه وانت بتشتري بضاعتك، فبالتالي ما كانش فيه فواتير، او فواتير جزء معتد بيه او جزء ضريبي، الجزء الثاني مش معتد بيه، لان الدوله ما كانتش ماشيه بحاجه زي كده، ولا كانت فرض على التجار او الموردين اللي بيوردونا بما فيهم اكبر الشركات اللي موجوده في البلد، ما كانتش بتطلع فواتير. فبالتالي انت قدام المحكمه، احنا بما اننا دوله بتاعه اوراق وتستيف اوراق، فلو ورقك حضرتك مش كامل ومش متستف كويس، مش هتعرف تاخد حاجه ولا هتعرف تاخد حقك. فضلت مصر ان اكمل في الاتجاه القانوني لغايه اخر يوم، ومفيش اي نتيجه خالص. المشكله بقى مش في ان انت خسرت القضايا نتيجه ان السيد القاضي المحترم ما بيعترفش الا باوراق مختومه، مش معترف ان الدوله بتمر بظرف قهري، ان الدولار ب 5 جنيه 80 النهارده في بقدره ب 20 جنيه، الكلام ده في 2016. وبالتالي الاسعار كلها مش محتاجه فواتير، محتاجه ان انت تشوف نسبه الزياده في الاسعار قد ايه. مش محتاجه اثبت لك انا مش محتاج اثبت لك، انت عايش معانا في البلد يا سياده القاضي يا محترم.
انت عايش معانا في البلد وعارف الاسعار طلعت ازاي. مش محتاج حضرتك فواتير، وخصوصا ان دولتك او الدوله اللي احنا عايشين فيها ما كانش لسه طلعت قانون يقدر ان هو يجبر التجار والشركات الكبيره ان هي تشتغل بفواتير زي ما هي جبرها دلوقتي. فبالتالي انا وغيري بندفع ثمن ان الدوله ما كانتش فيها نظام ضريبي يلزم التجار ان هي تطلع فواتير الكترونيه. خسرت القضايا النهارده. لسه واصل، كنت مسافر، لسه واصل المكان اللي انا سافرت فيه، لقيت مراتي بتكلمني وطبعا منهاره. في ايه دي ده في محضر جاي يحجز علينا، محضر من المحكمه جاي يحجز علينا. لان احنا ما خسرنا القضايا. يعني يا ريت ان الحكومه بتقول لك انت مالكش حق تطالب باي حاجه خالص وعوضك على الله. لا، ده انت تدفع بالمئات الالاف عشان انت جرأت ان انت ترفع قضايا تطالب بيها بحقك. شايف احنا وصلنا لدرجه ايه؟ شايف احنا يعني انت مش عارف تاخد حقك، لا ده كمان ده احنا هندفعك ثمن غلطتك ان انت بتطالب بحقك. ده اللي احنا وصلنا له يا حكومه، ده اللي احنا وصلنا له يا وزير الماليه، يا وزير البترول. عشان ما حدش يقول انت طلعت تتكلم. لا، انا بقالي من 2006 نهايه، خلينا نقول بدايه من 2017 2018 والقضايا شغاله لغايه النهارده. ما اتكلمتش في اي حاجه خالص، وماشي في اتجاه القانوني المحترم على امل ان القانون هيحميني ويجيب لي حقي في البلد. للاسف مفيش. في نفس الاتجاه بعت لرئاسه الجمهوريه على الايميل بتاعهم، مفيش اي استجابه. بعت الرقابه الاداريه على الايميل بتاعهم، مفيش اي استجابه. بعت للامن الوطني على تواصلت برضو معاهم، بعت لهم برضو خطاب، لان ده حاجه بتمثل الامن الوطني. هو الناس اللي بتطلع زي محمد علي وغيرهم 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 بيطلعوا يهاجموا البلد، واحنا الحمد لله مش منهم. يعني ما هو يعني ليه نوصل الناس للمرحله دي؟ اما اقعد 8 سنين ولا 7 سنين في محاكم ومش عارف اخد حقي، واستعوضت ربنا، قلت ربنا يعوضني في الشغل بعد كده واقدر اعوض، مع انها ملايين، حرفيا ملايين خسرناها. لكن كمان يجي يتحجز عليا وادفع فلوس مطالبات عشان انا خسرت القضيه اللي بطلب فيها بحقي. احنا وصلنا للدرجه دي؟ بصراحه لا تعليق. طيب يا بلد، انا هعرف اخد حقي كويس قوي. يا بلد، حقي هيرجع لي طالما انا مشيت بالقانون والتزمت بالقانون وما خدتش حقي. حقي هيرجع لي. الشركه المصريه للخدمات البتروليه بحذر كل الناس اللي بتتعامل معاها، الشركه دي ما بتسميش على حد. احنا في بلد، احنا دلوقتي في ظروف، دلوقتي الاقتصاد فيها مش مستقر. من الاخر العمله بتاعتنا مش مستقره. انا بحذركم تحذير علن وانا مسؤول عنه، مسؤول اتحاكم عنه، ان اي حد يخش في المجال بتاع المناقصات، في الشغل بتاع المناقصات مع الحكومه، انت في خطر. مش هتعرف تاخد حقك، انت في خطر. انا مسؤول عن الفيديو اللي انا بنزله ده ومش هشيله مهما جالي اي تحذير بقى من اصحابي بقى فين ولا فين. مش هشيل حاجه. انا مسؤول عن كل كلمه انا بقولها.